جريدة النشرة. مع مناظير الإعلام. في البداية لابد ما نشكروا الممثلين والممثلات ديال مناظير الإعلام اللي بداو الدعوة باش يجيو يشاركونا في هذا اللقاء. التواصل مع مناظير الإعلام لأن كنعرفوا بأن بتقديم بعض التجارب، واخترنا 3 ديال التجارب باش ما ندخلوش عليكم خطرة خطرة، إلا باش توضعوا كذلك أسئلة حول المشروع، حول هذا الموضوع ديال العنف ضد النساء إلى آخره. دونك هذا اللقاء يندرج لقاء صحفي يندرج في اطار احتفاء بانطلاقات عمل ديال التكتل اللي اتفقنا على الاسم ديالو، اسم البوغاز، تكتل البوغاز للجمعيات عضوات اتحاد العمل النسائي على المستوى الوطني. كنرحب بكم، كنشيد بهذا التفاعل ديالكم معنا كاعلاميين وكمشاركين وعضوات الاعضاء ديال التكتل، باش غادي يكون ديال التكتل كذلك باجتهادات ديال الاستاذ اللي ما عمره بخل علينا في المغرب. معنا جمعيه محامون بلا حدود الاستاذه عايده اللي حتى هي دائما مورانا. منسقه مشاريع في منظمه محامون بلا حدود اللي هي واحد المنظمه بلجيكيه غير حكوميه متخصصه في تعزيز الوصول للعداله والدفاع على حقوق الانسان. عندنا بزاف ديال الانشطه اللي كتنقسم ل3 ديال المحاور. كنخدموا على المساعدات القضائيه والقانونيه، كنخدموا على الرونفورسمون دي كاباسيتي والترافع البليدويي. اذا هو النضال المستمر. هذا النضال هذا عطى نتائج. على سبيل المثال غير بالنسبه للمغرب عندنا قانون خاص بمناهضه العنف ضد المطالب سواء السياسات العموميه او يعني على مستوى تغيير القوانين. هذا اللقاء جا في واحد المسار ديال اللي شافته الجمعيه ان غادي يكون كيحقق واحد الهدف من الاهداف ديال اتحاد العمل النسائي بصفه عامه. العنف هو واحد الظاهره اللي متواجده في جميع دول العالم، وكل دوله او كل كينهض ضد هذه الظاهره بالطرق اللي عنده الامكانيات والتوجهات اللي عند الدوله. حنا في المغرب كي كنقول انا منذ التاسيس ديال الجمعيه 1987 وحنا دائما كنديروا دورات تكوينيه للتحسيس، كنقوموا بمؤتمرات، كنقوموا بمحكمه رمزيه. بزاف شفنا ان هذه الاليات خصها عاوتاني تطور وتجدد. جا واحد المشروع اللي هو قال خص تكون شي مبادره او شي ابتكار، وفكرنا كاتحاد العمل النسائي فرع طنجه علاش ما نكونوش في طنجه يد وحده كجمعيات اللي كتناهض بالحقوق ديال النساء. اذا كاينين جمعيات متواجده في الساحه ديال طنجه اللي هما انضموا حتى هما للتكتل ديالنا من اجل تحسين والجوده ديال الخدمات اللي كنقدموها للنساء. ثم من بعد وضع خطة العمل الشاملة كاين وضع خطة العمل السنوية. هادو كاملين قطاعات حكومية اللي القانون 113 ومن بعد هذاك الإعلان ديال مراكش والبروتوكول ديال مراكش، المسألة ديال حقوق النساء المؤنثات أنهم يطالبوا من هذه الجهات بالخدمات اللي في التكتل، خصها تكون عضو في التكتل. ولكن غادي نشوفوا في المهام من بعد بان غادي يكون عندها دور استشاري، ماشي دور ما غاديش تكون اللي عنده دور القرار راه كاين في النواه، هو اللي غادي يقرر، هو اللي غادي يدير مخطط استراتيجي، هو اللي غادي يكون مسؤول على التنفيذ ديال خطه العمل الى اخره. الطبقه الثالثه اللي هي الشركاء، هي الجامعه، وبدون تمويل بدون دعم مالي ما كيمكنش هذا التكتل يشتغل. وان شاء الله من بعد ماشي نتقاسموا معكم بحال قلنا هذا الشيء ملي ما ترجعوا ان شاء الله من اسبانيا. غنتقاسموا معكم هاد الوسائل زوتي اللي بدينا وجدناهم. هذه خصنا هذا هو بحال التقبيلاتي هي الجامعه
دوك الجامعه ما خصناش ندخلوا عليها، حيت الجامعه كتكون طلبه لي فوتور محاميين ولا هذا ناس ديال القانون. الامكانيه كيقدروا يسيطروا لنا الناس ديالهم اللي يستافدوا من المحاميه، اللي يستافدوا من اللقاء مع جريدة النشرة.